انظر كيف كان يدعو الأنبياء ربهم. تعرف أن الطمع في الله فضيلة. سليمان عليه السلام عندما طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فسخر الله له الإنس والجن والطير ووهب له ملكا لم يكن لأحد من بعده. اطلب مطالبك الكبيرة من الله ولا تبالي، واطلب منه أبسط الأشياء ولا تخجل. الدعاء مش مجرد وسيلة لتحقيق الرغبات، حبل بينك وبين ربك يجب أن يبقى دائما موصولا. أما أمر الإجابة فهو متروك للمجيب، كيف يحققه ومتى يحققه فهذا شأنه وحده. الله هو صاحب العلم المطلق وصاحب الرحمة المطلقة وصاحب الكرم المطلق. هذه المقتضيات هي ما تحدد شكل إجابة دعوتك. الله عندما يعطي قد يعطيك ما تحتاجه وليس ما تريده، وشتان بين هذا وذاك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. أنت مجرد طفل بلا وعي ولا إدراك، ذو نظرة سطحية، لا تعلم ما ينفعك ولا تعرف ما يضرك. تطلب من الله ما تظنه خيرا لك فيعطيك ما يعلم أن فيه الخير لك. كل ما عليك هو أن تلتزم بعبادتك، فعليك الدعاء وعليه الإجابة. هو وحده من يحدد متى سيعطيك طلبك وبأي الأشكال، فلا تكن ظالما لنفسك. كثيرا ما نطلب من الله الزهيد ويدخر لنا سبحانه النفيس. إذا كنت مؤمنا به فستكون متيقنا من أن دعاءك لا محال مجاب. دع حبل الدعاء بينك وبين السماء موصولا، فإذا ما انقطع ابتلعتك الأرض وأصبحت من أهلها. السلام عليكم ورحمة الله.